السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنشتغل مع بعض مشروع حلو وظريف ولذيذ ودمه خفيف. هنشتغل مع بعض شال، تقدري تعملي شال، تقدري تعملي سكارف براحتك خالص. هو الغرزة بتاعته ظريفة ولذيذة وتكرار بسيط مش كتير. هنشتغلوا مع بعض ان شاء الله. انا هشتغله بخيط كارما. الصورة معمولة بخيط الباكا. انتي تقدري تشتغلي باي خيط براحتك خالص، تقدري بس تختاري الابرة المناسبة، وهنوضحها مع بعض. احنا هنختار الابرة المناسبة دلوقتي بناء على ايه. الشال او السكارف اهو، ده وده باترون، ولو حد حابب ياخد سكرين شوت، وانا برضه هسيب لكم الصورة بتاعت الباترون. وادي شكله، هو معمول هنا بيارن ارت. وانا هشتغله بكارما، هشتغله ساده، وهحط لكم الصوره كده وكده عشان اللي حابب ينفذ بقى ينفذ باي صوره هو حاببها. قبل ما نبدا مع بعض ونقول هنشتغل بايه، فضلا وليس امرا، لو مش مشتركه في القناه تشتركي، ويا ريت لايك للفيديو وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناه. نسمي بالله مع بعض ونبتدي في الشرح. طبعا زي ما قلت لكم انا هشتغل بكارما سوفتي بيبي لوكس. ماشي. الخيط هنا بيقترح عليا ابرة كروشيه مقاس 3.5، بس انا مش هشتغل ب3.5، انا هشتغل ب4.5. تقدري تشتغلي باي خيط عندك، بس انتي هتكبري مقاس الابرة 1 ملي. يعني هنا مقترح عليا 3.5، انا بشتغله ب3.5، هشتغله ب4.5 علشان الغرزة محتاجة تبقى الابرة كبيرة شوية. اللي مش عارف، خيط كارما هو الخيط 250 متر، 100 جرام. تمام. هنسمي بقى بالله ونبدأ ونشوف بداية الشغل بتاعنا ازاي. هنعمل ان شاء الله مع بعض ماجيك رينج او دائرة سحرية، اللي ما بيعرفش يعملها. الفتلة القصيرة في ايديا اهي، وهلف الخيط كده اهو، هنا حرف اكس وهنا كده اهو تاني. ما بتعرفيش تعملي ماجيك رينج، تقدري تعملي 5 سلاسل وتقفليهم. تمام كده. هطلع 3 سلاسل ارتفاع، ودول هيبقوا معايا اول عمود، دول كأنهم اول عمود. هعمل بعد منه 4 اعمدة عشان يبقى معايا كام عمود؟ 5. وبعدين اعمل سلسلتين، واعمل تاني في الفراغ 5 اعمدة، وده كده اول سطر معايا. 1 2 3 4 5. بعد ما عملت ال5 اعمدة بشد واقفل الدايرة السحرية بتاعتي كده. بعد كده بطلع 3 سلاسل ارتفاع، ودول معايا اول عمود، والف الشغل وادخل في اول عمود هيقابلني، واعمل كمان 2 عمود. 1 2 عشان يبقى سلاسل الارتفاع عمود وكمان عمودين في نفس الفراغ. بعد كده هشتغل فوق كل عمود هيقابلني، هشتغل عمود بلفة. فوق كل عمود هشتغل عمود. هوصل للفراغ بتاع السلسلتين اللي كنا عاملينه. هنشتغل في قلب الفراغ ده عمودين، سلسلتين، عمودين. ادي عمودين، سلسلتين، وكمان عمودين. ادي عمود وادي التاني. وبرضو هرجع اشتغل فوق كل عمود هنا عمود اهو. فوق كل عمود عمود، فوق كل عمود هنشتغل عمود لغاية ما نوصل لآخر عمود في السطر، كان اللي هو 3 سلاسل الارتفاع. هنشتغل في السلسلة التالتة فوقها هنشتغل ايه؟ هنشتغل 3 أعمدة، لان احنا ابتدينا السطر ب3 أعمدة، فهنشتغل الأخير برضو ب3 أعمدة تاني. وادي
التالت. تمام كده. السطر التالت هيبقى نفس السطر التاني برضو، هنطلع 3 سلاسل ارتفاع، نلف الشغل ونعمل هنا عمودين برضو في اول غرزة عشان يبقى معانا 3 اعمدة، وهنشتغل فوق كل غرزة عمود، فوق كل عمود هنشتغل عمود لغاية ما هوصل للفراغ. يعني هشتغل هنا فوق كل عمود عمود، هوصل للفراغ هنا هشتغل عمودين سلسلتين عمودين نفس السطر اللي قبله، وبعدين اشتغل فوق كل عمود عمود، واجي في اخر سطر هشتغل 3 اعمدة، هخلص السطر وارجع لكم. اشتغلت اهو يا بنات فوق كل عمود عمود، وزي ما قلنا في اخر غرزة هشتغل فوقها 3 اعمدة. التاني التالت. بعد كده هطلع برضو 3 سلاسل ارتفاع والف الشغل واشتغل في اول غرزة 2 عمود عشان يبقى معايا 3. ال3 اعمدة اللي بشتغلهم في الاول وفي الاخر دول اللي بيدوا معايا وسع في اطراف الشال، طبعا مع التزايد اللي بعمله في المنتصف عشان يوازن بعضه. يعني هاجي هنا طبعا انا اشتغلت فوق اول غرزة 3 اعمدة، باجي على الغرزة التانية بشتغل فيها بريد امامي، واللي بعدها بريد امامي. هشتغل على كل غرزة بريد امامي، غرزة بريد امامي او عمود بريد امامي اهو بالراحة كده عشان اللي مش عارفاه او المبتدئات. بتاخدي الابرة، تاخدي لفة الاول على الابرة وتخلي العمود قدام الابرة وتلفي كده وتاخدي لفة وترجعي اهو وتكملي عمودك عادي. تمام. هشتغل فوق كل بريد امامي بريد امامي، قصدي فوق كل عمود هشتغل بريد امامي. هوصل للفراغ اللي في المنتصف اهو، عملت على كل الاعمدة بريد امامي. وصلنا للفراغ اللي في المنتصف هعمل فيه عمودين عادي بقى، عمود عادي، عمودين سلسلتين عمودين، دي عمودين عادي خالص، سلسلتين وكمان عمودين، دي 1 وادي التاني. وبعدين هيقابلني بقى العمود، بعد كده هشتغل برضو في بريد امامي، وهشتغل فوق كل عمود اهو، فوق كل عمود هشتغل بريد امامي لغاية ما اوصل لنهاية السطر. في اخر غرزة هشتغل عليها 3 عمود عادي. انا هخلص السطر وارجع لكم في اخر غرزة. وصلت اهو للعمود الاخير بعد طبعا ما عملت فيه كل الاعمدة عمود بريد امامي. هوصل للاخير واعمل فيه 3 اعمدة عادي خالص، اعمدة عادية، ادي 1 عمود بلفة عادي، 2 وادي التالت. السطر اللي بعد كده هطلع 3 سلاسل ارتفاع ودول اول عمود، وبعدين اعمل سلسلة، دي هتبقى سلسلة في الفراغ، يعني السلسلة دي هتبقى شغالين السطر كله عمود سلسلة. اشتغلت 3 سلاسل دول العمود والسلسلة، وبعدين هشتغل في نفس الغرزة الاولى هنا هعمل عمود 1 علشان دول يبقوا ايه كأنهم عمود سلسلة عمود، وبعدين اعمل سلسلة واسيب عمود تحت وادخل في اللي بعده اعمل عمود، وبعدين اعمل سلسلة واسيب غرزة تحت واللي بعدها اعمل عمود، سلسلة اهي، والعمود بسيبه تحت واللي بعده ادخل اعمل عمود، سلسلة بسيب غرزة تحت واللي بعدها اعمل عمود، وهكذا عمود سلسلة ونسيب الغرزة تحت لغاية ما اوصل للمنتصف هنا وارجع لكم بنفس الطريقة، عمود سلسلة عمود سلسلة. وصلت هنا اهو لغرزة المنتصف، هعمل سلسلة وادخل اعمل عمود سلسلتين عمود 1 تمام، وبعدين هعمل سلسلة وهدخل في اول عمود هنا، في اول عمود هنا بعد الصدفة على طول هعمل عمود، وبعدين اعمل سلسلة واسيب بقى غرزة تحت وادخل في اللي بعدها اعمل عمود،
عند سلسلة واسيب واحدة واللي بعدها ادخل اعمل عمود، وهكذا لنهاية السطر اهو. اهو وصلنا للنهاية، باقي عندي غرزتين. طبعا بسيب غرزة وادخل في 3 سلاسل الارتفاع دول كانوا اول عمود، هدخل اعمل زي البداية ما عملتها، عمود سلسلة عمود عمود. كده السطر بتاعي انتهى. كده انا خلصت السطر الخامس، وهنبتدي في السطر السادس. السطر السادس معايا 3 سلاسل ارتفاع والف الشغل، وبعدين بعمل ايه؟ انا كده ال3 سلاسل الارتفاع معايا اهو، بسيب السلسلة اللي بعدها والعمود اللي بعده وادخل في الفراغ. يعني انا هسيب الفراغ الاول ده وهدخل في الفراغ التاني اعمل عمود سلسلتين عمود، تمام. وبعدين اعمل سلسلتين واعمل ايه؟ هسيب عمود وسلسلة واروح في العمود اللي بعده اعمل غرزة حشو وغرزة بيكو. هتبقى ازاي؟ 1 2 3 4 4 سلاسل، وادخل هنا اللفتين دول اللي قدامي دول، ادخل كده واسحب الخيط واخرج اعمل منزلقة كده عشان اعمل غرزة البيكو، وادخل في نفس غرزة العمود تاني اعمل غرزة حشو كمان، هنشرحها مع بعض تاني. وهعمل سلسلتين. انا اشتغلت فوق العمود، هسيب السلسلة والعمود وادخل في الفراغ اللي بعديه اعمل عمود سلسلتين عمود، بعدين سلسلتين. بعد كده نعمل ايه؟ هنسيب العمود ده والسلسلة دي وندخل في العمود اللي بعده نعمل غرزة حشو وكمان غرزة بيكو اللي هي 1 2 3 4 4 سلاسل، وادخل في اللفتين دول اهم في الاول، اسحب الخيط واعمل منزلقة، وفي نفس الغرزة تاني هعمل غرزة حشو كمان. كررنا تاني الغرزة دي، هنكرر دي. هنعمل ايه؟ هنعمل سلسلتين، نسيب غرزة السلسلة وغرزة العمود وندخل في الفراغ نشتغل عمود سلسلتين عمود. ما عملنا الغرزة دي بتدور على ايه؟ هنسيب غرزة العمود وغرزة السلسلة ونروح على العمود اللي بعديها نعمل غرزة حشو وبيكو 1 2 3 4 سلاسل، ندخل على اللفتين دول اهم الاماميين دول واسحب الخيط واعمل منزلقة، وادخل تاني في نفس الغرزة اعمل غرزة حشو، بعدين اعمل سلسلتين. واضح كده يا بنات؟ وصلت هنا لغرزة ايه؟ عندي عمود اهو وغرزة اللي انا عملتها هنا بتاعة الصدفة. عملت السلسلتين وقلنا زي ما ايه العمود اهو، ادي غرزة المنتصف الصدفة، بسيب السلسلة والعمود ده وادخل في النص في غرزة اللي انا بسيبها اللي هي الغرزة المنتصف دي، واعمل فيها ايه؟ عمود 3 سلاسل 1 2 3 كمان عمود، تمام كده. وخلي بالكم انا كنت سايبه هنا عمود وسلسلة، فانا هسيب هنا العمود والسلسلة واروح على العمود التاني اللي هيقابلني اعمل ايه؟ اعمل غرزة البيكو اللي هنا، تمام. يعني انا عندي العمود اهو بسيبه ماشي والسلسلة واروح على العمود ده على طول اعمل غرزة حشو، وبعدين 4 سلاسل واعمل غرزة في غرزة البيكو، وبعدين اقفل في نفس الغرزة غرزة حشو كمان، بعدين سلسلتين. هنسيب السلسلة والعمود ونروح على الفراغ اللي بعديه نعمل عمود سلسلتين عمود،
بعدين سلسلتين. هو ده السطر الوحيد في الشال اللي فيه يعني محتاجة بس تركزي فيه. بعد كده بعد ما عملت بعد غرزة الفي اللي عملتها دي بعمل سلسلتين واسيب العمود والسلسلة واروح على العمود اللي بعديه اعمل غرزة حشو وغرزة بيكو 4 سلاسل ونقفل غرزة البيكو بمنزلقة وحشو تاني مع الحشو وبعدين سلسلتين وبنسيب السلسلة والعمود ونروح على الفراغ التاني نعمل فيه غرزة في اللي هي عمود سلسلتين عمود. وبعدين بعمل سلسلتين واسيب العمود والسلسلة واروح فوق العمود اعمل تاني حشو بيكو كمان حشو بعدين نعمل سلسلتين وبعدين بنسيب العمود والسلسلة ونروح على الفراغ نعمل غرزة الفي 1 عمود سلسلتين عمود. تمام كده. وزي ما بدينا هنا السطر هننهي هنا السطر. احنا ابتدينا هنا ب3 سلاسل طلعنا فوق هنا 3 سلاسل وانتقلنا سيبنا فراغ ورحنا على ده عملنا الفي. فاحنا هنا هنعمل ايه؟ هنروح على الغرزة اللي هنا هنعمل سلسلتين بس ونروح على البداية اللي هنا ونعمل غرزة حشو. فين الحشو بنعمله يا بنات؟ في 3 سلسلة من سلاسل الارتفاع 1 2 3 وندخل نعمل غرزة الحشو. يعني عملنا هنا سلسلتين وقفلنا بحشو. السطر الجديد هنطلع 3 سلاسل ارتفاع تمام وبعدين سلسلة يعني 4 وهروح شغلي كله بقى هيبقى فين؟ في غرزة الفي. شايفين انا هسيب الفراغ ده خلاص ماليش دعوة بيه وهنتقل على طول على غرزة الفي دي. هنا ال7 دي هشتغل في الفراغ بتاعها وهعمل غرزة بف. اخد لفة على الابرة كده وادخل واخد لفة واخرج. ادي واحدة اخد لفة كمان وادي التانية لفة كمان وادي التالتة وبعدين اخد لفة على الابرة واخرج من كل الحلقات مرة واحدة واقفلها وبعدين سلسلة كمان. تمام. في نفس الفراغ هدخل اكررها تاني. ادي 1 لفة التانية التالتة واخد لفة على الابرة واخرج منهم مرة واحدة واقفلها وبعدين اعمل سلسلة. هعملها مرة كمان في كل في هنعمل 3 ماشي. ادي لفة وادخل ادي لفة كمان وادخل واخرج اهو لفة كمان اهو بعدين اخد لفة على الابرة واخرج من الحلقات كلهم مرة واحدة وادي غرزة اقفل بيها وغرزة سلسلة. بقى معايا اهم 3 غرز. تمام. 3 غرز بف. بعد كده هنتقل على طول ماليش دعوة بغرزة البيكو دي مش هشتغل فيها حاجة خالص وهنتقل على طول على غرزة الفي ونشتغل برضو 3 بف نفس الموضوع كده اهو على غرزة الفي رحت عليها على طول. ادي لفة وادي التانية وادي التالتة واقفل غرزة البف اطلع من الحلقات كلها مرة واحدة واقفلها واعمل غرزة كمان سلسلة وادخل في نفس الفراغ تاني هعمل بف تاني. ادي 1 2 3 اخد لفة على الابرة واخرج من الحلقات كلها واقفلها واعمل سلسلة كمان. التالتة 1 2 3 اخد لفة واخرج منهم مرة واحدة كلهم واقفلها واعمل سلسلة اهو الشكل بيكون كده. بعد كده
هننتقل على طول برضو على الفي اللي بعدها. بصوا انا زي ما قلت لكم انا ماليش علاقة بغرزة البف، انا بشتغل كله في غرزة الفي، شغلي كله في الفي او في بصوا السبعة دي من البلدي كده. مش هاخد لفة على الابرة واروح لها على طول واعمل بف، ادي لفة، التانية، التالتة، واخد لفة واخرج منهم كلهم واقفلها واعمل سلسلة، وبعدين ندخل نعمل كمان واحدة، التالتة، واقفل واعمل سلسلة. احنا قلنا ان في كل فراغ او كل غرزة في بنشتغل جواها 3 بف، غرزة سلسلة. طيب انا كده وصلت لايه؟ لغرزة بتاعة الصدفة اللي في المنتصف اهي. هشتغل فيها 3 برضو؟ لا مش هشتغل 3، هشتغل 2 غرزتين بف، 3 سلاسل 2 هنشوفهم مع بعض. انتقلنا على طول اهو لغرزة الفي اللي في النص دي، هشتغل فيها ادي اول واحدة بف، اسحب منه كل الخيط واقفل بغرزة وكمان غرزة، وبعدين اعمل التانية، واقفلها واعمل كام؟ انا كده بعد ما قفلتها هعمل كام سلسلة؟ 1 2 3. تمام، بعد ما قفلت البف دي عملت 3 سلاسل وادخل اعمل 2 بف تاني، ادي تالت لفة واقفلها بغرزة واعمل كمان غرزة، ادخل اعمل التانية، واعمل غرزة. بصوا بقى ده بقت غرزة المنتصف عندي، 2 بف 3 سلاسل 2 بف. تمام، وبعد كده هنتقل برضو على غرزة الفي واعمل ايه؟ ارجع بقى اعمل 3 بف فيهم، 3 لفات اهم، واخد الخيط من كل اللفات بتاعتي واقفل واعمل غرزة كمان، اعمل التانية، واعمل غرزة، ادي التالتة، تمام كده يا بنات. هكمل بنفس الطريقة دي زي ما قلنا شغلي في الفي، انا ماليش دعوة بالفشارة، هشتغل هنا برضو 3 بف، وماليش دعوة سوري الفشارة، ماليش دعوة بغرزة البيكو، هشتغل هنا في الفي برضو هنا 3، وهسيب غرزة البيكو واشتغل هنا 3، هخلصهم الاتنين دول كل واحدة فيها 3 وارجع لكم. بعد ما قفلت اخر غرزة بعمل سلسلة واجي فوق السلسلة الاولى هنا تحت اعمل عمود، وادي الشكل. بعد كده السطر اللي بعده هنطلع 3 سلاسل ارتفاع، دول اول عمود، وبعدين نعمل سلسلة وندخل في نفس المكان في اول عمود نعمل عمود كمان، وبعدين هنشتغل سلسلة، وفي الفراغ ده هنعمل عمود، وبعدين سلسلة، وهنروح على الفراغ، هنشتغل في الفراغات كلها ماشي. الفراغ اللي بين البيكو التانية هنعمل ايه فيها؟ عمود، وبعدين سلسلة، ونروح على الفراغ اللي بين الاتنين بيكو ده ونعمل عمود، وبعدين سلسلة، ونروح على الفراغ اللي هيقابلني ده نعمل فيه عمود، بعدين سلسلة، نروح على الفراغ اللي بين البيكو والتانية ونعمل عمود، وهكذا بقى سلسلة، وفي كل فراغ هيقابلني هنعمل عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود، لغاية ما اوصل للمنتصف. هشتغل فوق كل واحدة
عمود سلسلة زي ما احنا شغالين كده. اهو الفراغ اللي بينهم قابلني سلسلة. الغرزة بتاعت المنتصف اهي البيكو اللي كنا عاملينه، هنروح برضو ندخل بين الاتنين دول ونعمل عمود برضو سلسلة. هنيجي بقى للمنتصف للي هنا هنعمل ايه؟ عمود 3 سلاسل عمود وبعدين سلسلة، واجي بقى على الفراغ بتاع البيكو اللي بعدها واعمل عمود واحد اهو سلسلة، الفراغ اللي بعديها عمود سلسلة، في كل الفراغات عمود سلسلة عمود سلسلة. طبعا اعذروني ان انا بشرح كده بالتفصيل علشان خاطر البنات المبتدئات، البنات اللي بسم الله ما شاء الله يعني المحترفات. لو في حد متابعني هتشوفي بس الباترون وطبعا هتشتغلي، مش هتبقي محتاجة للشرح. الفراغ هنا عمود، وزي ما ابتدينا هنا اهو اشتغلنا في الفراغ عمود وسلسلة، ورحنا على البداية دي كانت عمود سلسلة عمود، فاحنا اشتغلنا في الفراغ اهو العمود، هنعمل سلسلة ونطلع تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع هنشتغل فوقها ايه؟ عمود سلسلة عمود سلسلة عمود كده. انا بالنسبة لي كده التكرارات بتاعتي بعد كده الشال كله تكرار من السطر التالت، يعني الاول والتاني خلاص مش هنشتغلهم تاني. نعدل كده الشال، الاول والتاني مش هنشتغلهم تاني خلاص. التالت اللي هو الاعمدة هشتغله، يعني فوق العمود سلسلة عمود سلسلة ده هكرر السطر التالت اللي هو كان عمود في فوق كل عمود عمود، تمام. وبعدين في الفراغ بشتغل عمودين سلسلتين عمودين، بعد كده بكرر سطر البريد الامامي اللي هو كان سطر رقم 4 ماشي. هشتغل في كل الغرز اللي هتقابلني بريد امامي، وهاجي في الصدفة هشتغل 2 عمود عادي سلسلتين 2 عمود بنفس الطريقة. تكراري هو بس كله تكراري كده. كام سطر دول هقول لكم على الباترون، زي ما قلت لكم التكرار اهو معلم لي من اول سطر الاعمده هكرره فوق العمود سلسله اهو. يبقى دي 1 2 3 4 5 6، ال6 سطور دول هم تكرار الشال كله. هترجعي معايا عشان تكرري الشغل ده، هترجعي معايا للسطر رقم 3 تعمليه فوق ده، فوق العمود سلسلة السطر رقم 3 اللي هو ايه كل الأعمدة زي ما قلنا. السطر اللي فوقه البريد الأمامي، بعد كده عمود سلسلة عمود سلسلة، بعد كده السطر اللي فيه غرزة الفي والفي البيكو ماشي، بعد كده غرزة البف، بعد كده عمود سلسلة عمود سلسلة، وترجعي تعيدي الكرة تاني وترجعي للسطر رقم 3 وتكرري السطور تاني 1 2 3 4 5 6 تكرريهم، وترجعي تاني للشرح. انا بقول بنات المبتدئين ترجعي تاني للشرح للسطر رقم 3 اللي عملتي فيه الاعمده ده وتكرريه، وتفضلي تكرري تكرري تكرري. هتلاقي الشال بيكبر معاكي. ال6 سطور دول هتفضلي تكرريهم لغايه ايه؟ لغايه ما الشال بتاعك يوصل للمقاس المناسب بتاعك. تمام. طيب ليه يا اميره اشتغلتي بابره كبيره ما اشتغلتيش بابرتك؟ علشان غرز البيكو وغرز البف دول والبريد الامامي محتاجين ابره كبيره عشان الشال ما يلمش منك او يزم منك او يقوص منك. تمام. انت محتاجه ابره يبقى الشال بتاعك كده او السكارف بتاعك فلافي كده ومفرود وحلو. تمام. انا هشتغل معاكم حته صغيره في السطر ده عشان ايه؟ يبقى انا كده خلصت وعملت اللي عليا. هنطلع 3 سلاسل ارتفاع
طبعا احنا قلنا ده تكرار السطر الثالث. كنا بنشتغل ايه في السطر الثالث؟ كنا بنشتغل في اول غرزة كمان عمودين عشان يبقى معايا 3. ماشي. طبعا انت في السطر الثالث كنت بتشتغلي فوق اعمدة، لكن هنا هنشتغل فوق الفراغات، فهنعتبر الفراغات دي اعمدة. هنعتبر الفراغات دي اعمدة، يعني قابلني فراغ سلسلة اهو هشتغل فوقه عمود، قابلني العمود هشتغل فوقه عمود، السلسلة هشتغل فوقها عمود. تمام. انا شرحت الحتة دي بس علشان احنا عندنا السطر التالت هنا كان فوق اعمدة، لكن بعد كده في تكرار الشال كله هيبقى فوق عمود سلسلة. تمام يا بنات. الفراغ اهو هشتغل فوقه عمود، وهكذا فوق العمود عمود، وفوق السلسلة عمود اهو. كل الغرز هشتغل فوقها عمود. انا كده بشتغل السطر رقم كام؟ ده هو السطر رقم 3 ده. ماشي. هشتغل بقى فوق كل الغرز عمود عمود، فوق كل عمود عمود، وفوق السلسلة عمود، كله شايفين كده اهو، لغاية ما هوصل لفراغ المنتصف او فراغ الصدفة ده اللي في النص. هشتغل فوقه ايه؟ عمودين، سلسلتين عمودين، وارجع اشتغل بقى فوق كل عمود عمود لغاية ما اوصل لاخر غرزة اهي. هشتغل فوق ال3 سلاسل هشتغل ايه؟ هشتغل 3 اعمدة. تمام. وبعد كده هكرر بقى، اطلع 3 سلاسل واشتغل عمودين مع اول عمود، واشتغل بعد كده البريد الامامي، وهكذا زي ما قلت لكم تكرار السطور. انا كده عدت كويس قوي. لو في اي حد مش فاهمني او في اي نقطة مش واضحة سيبولي في التعليقات ان شاء الله بامر الله وارد عليكم ان شاء الله بامر الله. الشال ده بالابره ال4.5 والخيط الكرمه هياخد 5 بكرات، ولو انت عايزاه كبير قوي هيبقى 6، بس هو في الغالب هيبقى 5 بكرات. وطبعا انت حابه تكبري المقاس تقللي المقاس، حابه تعملي سكارف ممكن يتعمل ببكره واحده، سكارف صغير على الرقبه، بكرتين متوسط. المقاس ده في ايديكي، ان شاء الله تعمليه 10 بكرات يغطيكي من اولك لاخرك براحتك. المقاس مش يعني ايه، بالذات في الشيلان المثلثه، يعني المثلثه اكتر من المستطيله، بالذات في الشيلان المثلثه ما بيحكمكيش عدد، انت بتفضلي شغاله لغايه ما توصلي للمقاس اللي انت حباه وشايفاه. من كل جسم غير التاني. في ناس بتبقى حابه ان الشال يكون مغطيها من ظهرها كلها، في ناس بتحب وصل لنص ظهرها. انت اللي هتحددي الشال بتاعك هياخد كام بكره، بس متوسط هياخد من 5 ل6 بكرات. تمام. كده انا خلاص خلصت. يا ريت بقى ما تحرمونيش من كومنتاتكم الجميله اللي بتدعمني، وطبعا اعملوا لايك للفيديو، لو وصلتي لنهايه الفيديو اعرفوا ان انا بحبكم قوي 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 قوي، وقولوا لي بنحبك يا اميره. اللي هيقول لي بحبك يا اميره هعرف ان هو وصل لنهايه الفيديو. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه في رعايه الله.